تحت الضغط يتوه منك، الجوده عاليه يتوه منك. فلازم الملاك عندكم جددوا الثقه فيه. التوقف الدولي تجدد معاه العقد حتى لو خسر ال3 ماتشات الجايين. طالما انت في الصيف دعمته بصفقات نص مليار يا محمد، مش منطقي ان انت تدعم مدرب في الصيف بنص مليار. ايوه بس انا اذا جددت معاه يعني هو رجل مرحله وانت ما تشوفه رجل مرحله. بالنسبه لي انما بالنسبه للملاك هو رجل المرحله. عشان كده هو لازم يترفع عنه الضغط، لانه هو مش من مدربين النخبه يا محمد. مدربين النخبه يحبوا الضغط. هو يعيش ظروف ما مر فيها سابقا مع فريق بهذا الحجم ودوري بهذا الحجم. صح. اللي حاميه حتى دلوقتي في النتائج السلبيه صلاح وفان دايك. ودوري الموسم الماضي. ايوه الناس بتنتقد صلاح وفان دايك، ما بتنتقدوش هو، بتيجي هو الثالث. فلازم يعرف انه ماسك فرقه كبيره وتلعب على نقاط قوتك يا نجم. مفيش اعذار ولا اعذار. العب يا عم، في عمق تشكيله. صارفين عليك في نص مليار في الصيف وتيجي تقول لي ما عنديش عمق تشكيله، وتبص لي للارسنال وتبص لي للسيتي. ما تبص لنفسك يا نجم. تبقى 7 ماتشات خسران 6 ماتشات وتيجي تقول لي ما عنديش عمق في التشكيله، عندي اصابات. تعامل مع الامور. انت مش ماسك فرقه صغيره، انت ماسك فرقه كسبت بيها الدوري. ورينا نفسك، لان زي ما قلت لك المرحله بتاعت الجوده بتاع اللعيبه هي اللي تنقذ المدرب. انا ما عنديش ثقه فيه، انا عندي ثقه في الجوده ان ممكن ترجع الفريق للنتائج.